السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ النهارده زي ما انتم شايفين كده الاكل او الوصفة بتاعتنا الكلام فيها على كبير. بصوا ايه اللي معانا ده يا هنود، ده سمك صغير. ما تقلقوش يا جماعة، ده احنا هنخلله. ايه ده يا هنود؟ ده السمك البوري هنعمله فسيخ. هتعرفي يا هنود؟ كلنا هنعرف مع بعض. هو في حاجة كبيرة علينا؟ تعالوا بينا ننشفه كويس قوي قوي قوي، دي اهم خطوة في انك تخللي الفسيخ بتاعك. هنملاه مناديل كده اهوت مطبخ من جوه الخياشيم بتاعته، هنقلبه زي ما احنا شايفين عشان الميه اللي في الاحشاء بتاعته تنزل كلها في المناديل. وهوريكم المنديل طالع شكله عامل ازاي. بس اهم خطوه في تخليل الفسيخ بتاعنا، لازم ننشفه، ما نجيبش عليه نقطه ميه. ولو دخل الفريزر او كان مجمد استحاله تعمليه تخزين. تمام يا حبايبي. لو وصلتوا لغايه هنا ما تنسوش ايه، اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. ويلا بينا نشوف الوصفة بتاعتنا او التخليل القمر بتاعنا ده هنخلله ازاي. انا قعدته بالظبط من الصبح لغاية بالليل، لغاية ما السمكية نشفت من المية خالص زي ما احنا شايفينها كده اهوت. وهوريكم المنديل طالع بيحكي حكاوي شكلها عامل ازاي. بصوا يا شباب، بصوا يا بنات، اهو دي احنا مطلعين المناديل اهي من الخياشيم بتاعت السمكة بتاعتنا. طب هو صغير كده ليه يا هنود؟ اصل ده السمك اللي انا كنت جايباه قبل كده اهوت لما عملت لكم البطاريق بتاعته السنجاري. وكان فيه الكام واحدة الصغيرين دول، ارميهم؟ أعملهم؟ لأ، أخلّلهم ونجرّب. دي كانت أول تجربة ليّا في تخليل الفسيخ، وطلعت مش قادرة أقول لكم عاملة إزاي. خليكم لنهاية الفيديو وشوفوا النتيجة طلعت عاملة إزاي. أنا بجد هاكون أستاذة تخليل. تعالوا بينا بقى نشوف الوصفة هنعملها إزاي ومكوناتنا إيه هي عشان نخلّله. يالّا بينا، يالّا بينا. طبعًا أنا وريتكم المناديل شكلها عامل إزاي. تمام يا حبايبي، تعالوا بقى بينا نعمل الوصفة. بسم الله. هنجيب بولة كبيرة، هنحط فيها ملح على قد كمية الفسيخ اللي عندِك، ما تكتريش ملح أوي. طبعًا أنا عندي ملح ناعم، أنا كنت أتمنى إن يكون عندي ملح خشن، هيكون أفضل وأحلى في التخليل، لإن مش هيخلّي الفسيخ يكون درجة الحدوقية بتاعته عالية جدًا، ده الملح الخشن. إنما المالح دوّة الناعم أنا حاولت بقدر الإمكان إن أنا أوزن إيديّا في الملح، والحمد لله بفضل ربنا طلع طعمه حكاية. تعالوا بينا بقى بُصّوا، أنا جِبت السمكة بتاعتي، حطيت شنطة. طب شنطة يا هنود، طب كده مش غلط؟ لأ، الشنطة مش غلط، أنا حاطاها في شنطة بيضا ما عليهاش أي طباعة ونضيفة زي الفل. هاجيب السمكة بتاعتي وأفتح الخياشيم بتاعتها زي ما إحنا شايفين كده، وأزُق من الملح والشطة من الخياشيم. أنا نسيت أقول لكم إن أنا حطيت شطة، ملح وشطة. تمام، ما تكتروش الشطة أوي عشان إيديكم ما توجعكوش وما يبقاش طالع حراق أوي. هامسك، بُصّوا شايفين أنا بازُق الملح والشطة إزاي للمعدة بتاعة الفسيخ. زي ما أنتم شايفين، أنا حطيت رق الأول من الخليط بتاع الملح والشطة في الشنطة من تحت، دي أهم خطوة علشان خاطر تطلّع لي المَيّة اللي هتكون في آخر السمك من تحت، ما تبقاش المَيّة من فوق أو من جزء وجزء تاني. أنا باغلّفه من فوق ومن تحت بالملح والشطة. بُصّوا أنا بادعكها إزاي بالملح عشان ما تبقاش فيها حتّة ما فيهاش ملح. أنا حطيت الصف الأولاني، أرجع أرُش عليه ملح تاني وشطة. وهامسك بقى التاني دور هاحط السمكة عكس اللي أنا حطيتها الأولانية. يعني أنا ابتديت بالراس أنتهي بالديل. فاهمين قصدي؟ يبقى صف وصف. دلوقتي أنا حطيت السمك بتاعي كُلّه، وهاحط رشة بقى محترمة من الملح والشطة من على الوش زي ما أنتم شايفين كده. وهامسك بقى الشنطة بتاعتي دي أقفلها جدًا، جدًا، جدًا. بُصّوا، أنا هافرّغ الهوا منها الأول، لازم تفرّغي الهوا منها عشان ما ي ال آمم، الفسيخ ما يبُص منِّك. وبكده يبقى قُلت لكم أحسن طُرق لتخزين وتخليل الفسيخ زي ما أنتم شايفين. نفرّغ الهوا كويس أوي، أوي، أوي. بُصّوا بقى، وتربطوه بقى رابطة محكمة جدًا، جدًا، جدًا. طب دي الشنطة الأولانية، ويالّا بينا نخش على الشنطة التانية عشان نتأكد إن إحنا كتمناه ما فيش أي هوا يدخل له. مش هيفرق معانا بقى الشنطة اللي بعد كده فيها ألوان أو لأ، المهم إن إحنا أول شنطة تكون شنطة بيضا ما عليهاش أي طباعة. تمام يا حبايب قلبي؟ وهاقفله أهو أوي، أوي، أوي. تاني لفة، تاني وتالت. وهاجيب إيه، نجيب علبة بقى محكمة القفل كده ما تدخّلش هوا. طب ليه؟ علشان أنا مش عايزة منفذ هوا ليه، أي منفذ هوا ليه هيبوّظه معانا. بُصّوا أدي الشنطة أهي، حطيتها في شنطة تالتة، يبقى إحنا كده معانا كام شنط يا بنات؟ 3 شنط، يعني هيطلع تمام التمام. هاحطه بقى في العلبة بتاعتنا زي ما أنتم شايفين، أنا جبت العلبة بتاعتي وباحطه كده على الجنب. وعايزة أقول لكم فترة التخليل بتاعته كانت 25 يوم، خلال ال25 يوم دول كل 3 أيام باقلب الشنطة من فوق لتحت وارجع أقفلها بسرعة واشيلها. ودلوقتي أهو خلاص عدّى علينا 25 يوم بالتمام والكمال. وتعالوا نشوف بقى المربى بتاعتنا والعسليات اللي إحنا عاملينها مع بعض. بُصّوا المَيّة اللي نازلة خارجة إزاي منه، يعني إحنا كده ماشيين صح الصح.
تمام يا حبايب قلبي، زي ما قُلت لكم أنا كنت كل يومين أو كل 3 باقلب الشنطة من فوق لتحت. طب ليه يا هنود؟ عشان يبقى في المَيّة في كل الاتجاهات بتاعته، ما يبقاش في سمكة ناشفة. تمام يا حبايبي، يالّا بينا بقى. وكان في خناق مين يفتح على الفسيخ بيني وبين زوجي، فهو كسب وهو اللي هيفتح. بُصّوا، أدي شنطة 2 والتالتة، والريحة عايزة أقول لكم دمار، ما شاء الله كان تحفة. يا رب كده يكون إيه، الشكل يعجبكم وإن شاء الله تجرّبوه، وسهل مش صعب. ما تقلقيش، تمنه برّه 400 جنيه، بأمانة حرفيًا 400 جنيه. أنا عملته كان ب120 الكيلو. في فرق والّا ما فيش؟ إحنا أولى بالفرق دوّة. أنا لو المرّة الجاية إن شاء الله السنة الجاية في وقت الموسم بتاع البوري، هاجيب سمكة بقى كبيرة مدملكة كده تطلّع لحمة حلوة وهاخلِّل. لإن ده كان بواقي السمك اللي أنا قُلت لكم عليه، اللي أنا كنت عاملاه السنجاري القمر كده. لو ما شفتوهوش شوفوه في القناة بتاعتي. بُصّوا، مش مستحملة، السمكة ما شاء الله، الله أكبر، بتجري في إيده. بُصّوا جمال العظمة، هيفُكّها بقى كلّها وهيورّينا السلسلة بتاعة الضهر. بُصّوا، بُصّوا اللون، بُصّوا يا جماعة يجرّي الريق. وإحنا واقفين كده أكلنا 2، طبعًا من ورا الكاميرا مش من قدّام الكاميرا، يعني إحنا عشان نوصل للنتيجة دي واكلين 2 وإحنا واقفين. إيه رأيكم؟ بُصّوا الجمال والعظمة. يا رب يكون التخليل والشكل عجبكم وشجّعكم، وحاجة سهلة وبسيطة، مش فيش أي مجهود، شوية ملح وعليهم شطة وتضبطي الأداء، وإن شاء الله يطلع زي بتاع المحلات وأحسن كمان. على الأقل أنتِ ضامنة النضافة بتاعته. بُصّوا، بُصّوا، بُصّوا الكريمة والمرهم. ودي كانت السمكة التانية اللي إحنا هنفتحها برضه، وهنحط بقى في طبق أنا وهو، وهنقعد وهناكل. حاجة عظمة فاخر من الآخر. يا جماله، يا حلاوته، إيه رأيكم؟ مش عايزة حد بقى يدخل ويقول لي إحنا عايزين من الفسيخ ده، إحنا خلاص دمرناه وراح لصاحب نصيبه اللي هياكلوه معانا. حبايب قلبي، بألف هنا وشفا على قلبهم يا رب. بُصّوا، بُصّوا، بُصّوا الكلام، بُصّوا الكلام يا جماعة بُصّوا. طبعًا إحنا السلسلة دي مش هنرميها، دي إحنا هنتعامل معاها معاملة خاصة جدًا. طبعًا كل حبايبنا اللي بياكلوا الفسيخ عارفين المعاملة بتاعتها. بُصّوا، بُصّوا، بُصّوا اللون. هو كان مبهور بيه وبطعمه. أنا أول ما قفلت التصوير هو بقى يعني خد له كام واحدة كده وشوية عيش بلدي وتمام، عظمة على عظمة. بُصّوا، 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 عايز يورّيكم هو قد إيه مبسوط من المرهم. بُصّوا يا جماعة، وكمان كان في دسم جامد أوي. بُصّوا اللي هي القطع الصفرا اللي في الجلد دي، ده الدسم بتاعه. بُصّوا، هو مش عايز يسيب حتّة فيه، قال لي: "لأ، أنا لازم أطلّعه بالدسم بتاعه." ما شاء الله. يا ريت بقى تكون الوصفة عجبتكم، ولو وصلت لغاية هنا أهوّة ورِقِّك جري كده على الأكل ده، تحطّوا لي اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان كل جديد من مطبخ هند عمار يوصل لكم. الله، الله، أيوه، شِد يا عم شِد، الله يقويك. طبعًا زي ما باقول لكم، لو كانت السمكة كبيرة شوية كانت هتبقى فيها لحمة أكتر بكتير من كده، بس ده كان فاخر من الآخر. وهنحط عليهم دلوقتي الزيت، وهنحط عليهم الليمون، وهاوريكم الطبق بقى العظمة بعد ما قطّعنا عليه الليمون والزيت. لا إله إلا أنت سبحانك. بُصّوا، بُصّوا الجمال، بُصّوا العظمة. ما فيش كلام بيتقال يا جماعة بعد الحلويات دي. يالّا بقى هاسيبكم مع قطرات الليمون اللي نازلة عليه ديّة والزيت، و أشوفكم في وصفة جديدة إن شاء الله معايا ومعاكم في مطبخي ومطبخكم، مطبخ هند عمار. وعايزة أشوف بقى آرائكم في التخليل والنتيجة بتاعته والقمر اللي قدّامنا ده زي ما إحنا شايفين. أسيبكم في حفظ الله، مع السلامة.